توجو رودري لاعب خط وسط اسبانيا ومانشستر سيتي الانجليزي للمرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 من حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس. وأحرز رودري الجائزة متوفقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينجهام لاعبي ريال مدريد. وسعد رودري إلى المنصة لاستلام جائزته على عكازين بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي. ولعب رودري الذي وصفه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه أفضل لاعب وسط في العالم دورا ومحوريا في مساعدة السيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي. كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة أسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة. ويعد رودري 28 عاما أول لاعب وسط دفاعي يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ لوتار ماتيوس في عام 1990، وثالث أسباني يفوز بالجائزة بعد ألفيدو دي ستيفاني 1957 و 1959 ولويس سواريز 1960. أول تعليق من سفيان رحيمي حول الانتقال إلى الأهلي ويكشف المستور. كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع سفيان رحيمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العين الإماراتي من أجل الحصول على توقيعه والتواجد مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. ورد سفيان رحيمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العين الإماراتي على حقيقة وجود مفاوضات معه من أجل الانتقال إلى الأهلي وتدعيم صفوف الفريق الأحمر عقب السؤال الذي تم توجيهه له مساء يومه في المؤتمر الصحفي، وذلك قبل مواجهة الأهلي والعين الإماراتي في المباراة التي ستقام مساء غد. وأكد سفيان رحيمي في تصريحات صحفية له: لا أركز في مثل هذا الأمور، تركيزي كله في المباراة، ولا أعلى أي شيء عن هذا الأنباء، وكيلي هو من يمتلك هذا المعلومات. وتابع سفيان رحيمي: بالنسبة لي شخصيا فتركيزي منسب تماما على مباراة الغد ولا أفكر بأي شيء آخر. وجود جمهور الأهلي الكبير سيكون حافزا إضافيا لنا لتقديم أفضل ما لدينا. اللاعبون في فريق العين اعتادوا على اللعب تحت الضغط الجماهيري، وهذا لن يؤثر علينا سلبا بل سيزيدنا حماسا. ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الساعة 8 مساء غد الثلاثاء في المباراة التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الانتركونتيننتال. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.